يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. للي ما كانش متابعني قبل كده، أنا عاملة سلسلة اسمها سلسلة أساسيات التسويق، اتكلمت فيها الحلقة اللي فاتت على الproduct life cycle أو دورة حياة المنتج. المرة دي إن شاء الله هنتكلم على ال4 B's أو المزيج التسويقي، فخليكم متابعيني لآخر الحلقة عشان تعرفوا أكتر على الmarketing mix أو المزيج التسويقي. طيب وعشان نعرف يعني إيه marketing mix أو المزيج التسويقي، خلّينا نبتدي كده في الأول، هو أصلًا إزاي ابتدى إن بقى موجود الconcept ده في الmarket، يعني إزاي اتعرف الmarketing mix وهو عبارة عن إيه؟ فالmarketing mix ده يعني إحنا بنقول أهو mix أو يعني مزيج، فدي عبارة عن مجموعة من المكونات إن أي شركة بتقدر تتحكم فيها عشان توصل بمنتجها للسوق، عشان تقدر تعرّفه للسوق. فالmix ده لو كان موجود في الproduct اللي بتقدّمه الشركة، المنتج ده بيقدر يوصل للسوق، تمام؟ ده كده بمنتهى البساطة. إمتى بقى ظهر المصطلح ده؟ هو تقريبًا ظهر أول مرّة كان سنة 53، كان في واحد اسمه نيل بوردن، هو ده اللي اخترع الconcept ده. والconcept اتطوّر لحد ما بقى معروف باسم ال4 B's زي ما إحنا بنستخدمه لحد النهارده، على إيد واحد اسمه ماكارثي، وده كان سنة زي ما أنا وضّحت لكم في الأول، كان سنة 1960. واختصار ال4 B's ده دول ل4 B's يعني ال4 B، كل B بتعبّر عن حاجة في الmarketing mix. أول حاجة الB الأولانية اللي هي الproduct، وده معناها إن أنت بتبيع إيه، يعني المنتج بتاعك بيقدّم إيه. تاني حاجة الprice ده السعر، يعني اللي هو تكلفة المنتج ده كام يعني. بعد كده الplace يعني المكان، يعني أنت بتبيع المنتج ده فين. وآخر حاجة الpromotion يعني إزاي الناس بتسمع عنك، إيه هي الحملات الدعائية أو أنت بتعمل promotion إزاي علشان توصل للناس، فالناس بتسمع منين عنك يعني. فلو جينا أخدنا أول B كده واتكلمنا عليها وهي الproduct، فزي ما أنا قُلت لكم الproduct يعني هو إيه الvalue اللي أنت بتقدّمها للعميل، يبقى أنا باقدّم إيه للعميل كvalue، يعني ال الbenefits اللي بياخدها العميل منّي في صورة المنتج ده، هي عبارة عن إيه. فأنت طبعًا قبل ما تقدّم المنتج للسوق، مهم جدًا إن أنت تبقى عارف إيه الvalue اللي هياخدها العميل، إيه الحاجات اللي أنت كده هتزوم عليها وتبتدي هي دي اللي هتبيع بيها، وهي دي اللي تخلق النيد أو تخلق الحاجة للعميل إن هو يشتريها ويخلّيه يدفع فيها فلوس. وطبعًا في الproduct يمكن أنا هاتكلّم عليها في حلقات بعد كده، بس في الproduct development وdesigning، يعني أنا إزاي باصمم منتج from the scratch بحيث اللي أنا أوصّله قبل ما أعمل prototype وقبل ما أعمل الlaunching، بس أوصّله كده إن هو يبقى في شكل إن يقدر سواء بقى بpackaging بdesign بfeatures بquality معيّنة، إزاي اللي أنا باخلّيه في صورة اللي هي تقدر تجذب العميل ليه، وتقدر إن هو تخلّيه يبقى عنده preference أو تفضيل للمنتج بتاعي عن منتج المنافسين. فدايمًا وأنت بتفكّر في الmarketing mix في البيئة الخاصة بالproduct، دايمًا لازم تسأل نَفْسك سؤال، هو المنتج ده فعلًا بيدّي قيمة حقيقية للعميل؟ زي ما أنا قُلت لك إن هي أهم حاجة في تصميم الproduct هي الvalue، إيه هي القيمة الحقيقية اللي أنت هتقدّمها للعميل من خلال المنتج بتاعك. تاني حاجة من عناصر المزيج التسويقي الP التانية وهي الprice. الprice زي ما أنا قُلت لكم اللي هي الcost، يعني العميل هيدفع كام مقابل إن هو يحصل على المنتج بتاعي، ودي طبعًا بتبقى إيه، القيمة مقابل السعر. فهنا لازم في الحتة دي بالذات وخاصةً للي بيعمل بقى الmarket research لازم يحط في دماغه وهو بيعمل pricing أو هو بيسعّر المنتج بتاعه، هل الvalue بتاعة المنتج بتmeet الexpectation أو بتقابل توقعات العميل؟ لو هي بس بتقابله يبقى لأ، لازم يبُص في السعر باستراتيجية تانية، لإن في الغالب العميل اللي عايز يشتري
أي منتج هو بيبُص إن لازم تكون الvalue أو القيمة اللي هيحصل عليها هي بتexceed أو بتبقى أكتر من الexpectation من التوقعات بتاعته في المنتج. فهنا طبعًا بتظهر بقى strategies مختلفة للتسعير وهنتكلم عليها في حلقة منفصلة إن شاء الله، بس في استراتيجيات كتير للتسعير من ضمنها مثلًا الpenetration أو الاختراق، يعني إزاي اللي أنا بادخل لو في منافسين كتير فأنا باحط بسعر قليل أقل من المنافسين عشان أقدر آخد market share وعشان أقدر أبقى موجود في السوق وأقدر أنافس مع المنافسين التقال الموجودين. في حاجة تانية بتستخدمها يمكن أنا شرحتها في الproduct life cycle وهي الprice scheming أو اللي إحنا بنسميها سياسة القشط، يعني أنا باخش بسعر عالي أوي، أنا متأكد إن الvalue بتاعتي زي المثال اللي إحنا أخدناه زي الآيفون، فهو عارف الfeatures بتاعته، عارف إن هو لمّا بيعمل version أو إصدار جديد الناس بتُقف توابير علشان تقدر تاخد المنتج الجديد أو الversion الجديد بتاعته، فبيخش بسعر عالي ويبتدي واحدة، واحدة عشان هيبتدي يصدر إصدار جديد، فبسعر أعلى من الإصدار القديم، فيبتدي يقلل سعر الإصدار القديم شوية. وسياسة التسعير اللي هي اسمها الprice scheming زي ما أنا قُلت سياسة القشط أو اللي أنت تخش بسعر مرتفع أو سواء اللي أنت كنت الvalue based pricing بتسعّر على أساس القيمة اللي بتقدّمها فعلًا في المنتج، أو حتى بتستخدم سياسات تانية زي cost plus أو الcompetitive pricing كل ده هنشرحه إن شاء الله في حلقة خاصة بسياسات التسعير. المهم إن أنت من خلال السعر أنت بتقدر تبعت رسالة إن المنتج ده عبارة عن إيه، يعني هل هو منتج فاخر، هل هو منتج متوسط، هل هو منتج اقتصادي، كمان أنت بتقدر من خلال الpricing تعرف كمان موقعك من المنافسين هو فين بالضبط، لأن الprice بيدّي رسالة كمان للمنافسين مش رسالة بس للي بيشتري السلعة. والبليس مش مقصود بيه يعني مكان بس، لأ هو مقصود بيه هنا يعني مكان التوزيع، يعني العميل بيقدر يلاقي الproduct بتاعك ده فين، وهنا بقى بتجاوب أنت بحتّة الplace دي في المزيج التسويقي على فين وإزاي المنتج بيوصل لعميلك، وطبعًا دلوقتي المفهوم بقى أوسع وبقى شامل جدًا، لإن ما بقتش بس الموضوع اللي أنت على physical places يعني مش حاجات stores موجودة بالفعل أو في محال تجارية بس إن منتجك موجود عليها، لأ ده دلوقتي في e-stores وفي platforms كبيرة زي أمازون، زي نون، زي جوميا، تقدر إن أنت تحط عليها الproducts بتاعتك، حتى بقى في direct selling من خلال السوشيال ميديا زي إنستجرام shop وتيك توك shop وقنوات بيعية كتيرة online فالplace ما بقاش محدود بس باللي أنت بمحال تجارية أو بphysical places أو أماكن موجودة بس على الأرض، لأ هي كانت كمان موجودة online. وطبعًا المكان بقى مهم جدًا، لإن أنت من خلال اختيارك قنوات التوزيع الصح، ده بيأثّر على مدى وصولك وسهولة الشرا بالنسبة للعميل، وحتى الصورة الذهنية للbrand ممكن إن هي بتختلف إن أنت لو موجود وبتسهّل على عميل إن هو يوصل لك، اللي أنت عندك delivery، اللي أنت موجود online، اللي أنت موجود حتى تقدر من على السوشيال ميديا directly اللي هو يشتري منّك، كل ما بتسهّل وبتfacilitate الprocess بتاعة البيع وإنّك موجود وبتcover أماكن كتير هو يقدر يوصل للمنتج بتاعك من خلاله، كل ده بيحسّن الصورة الذهنية للbrand في مُخ العميل وفي إن هو إزاي يبقى على طول فاكرك وإزاي يبقى ليك مكان وموضع مختلف عن المنافس اللي بيقدّم نفس الخدمة أو السلعة. ولو جينا للpromotion أو حتّة الترويج، حتّة اللي هي الدعائية، حتّة الحملات الإعلانية، الحتّة دي الجزء ده مهم جدًا، بس في ناس بتبقى فاكرة إن المزيج التسويقي هي أصلًا ما بتبقاش عارفة يعني إيه مزيج تسويقي، بس هي بتبقى مختصرة التسويق بس على فكرة اللي هي الpromotion، على فكرة اللي أنا باعمل تسويق، يعني باعمل paid ads، يعني بابقى موجودة على السوشيال ميديا، بابقى في إعلانات شغّالة، بابقى موجود في وده طبعًا ده غلط جدًا، ده جزء صغير جدًا من الأمبريلا الكبيرة بتاعة التسويق، واللي إحنا إن شاء الله هنبتدي في سلسلة أساسيات التسويق إن إحنا نوضّحها جزء، جزء كده إن شاء الله في الحلقات اللي جاية.
والpromotion أو اللي أنت تعمل ترويج، ده عبارة عن كل الأنشطة بقى اللي أنت بتقدر تعمل بيها communication أو بتخش فيها في تواصل مع العميل، بغرض إن أنت تبني وعي وتبني اهتمام وطلب على المنتج بتاعك، وتقنع العميل، يعني دي وسائل إقناعية كلها اللي أنت إزاي بتجذب العميل اللي هو يشتري المنتج بتاعك. حتى في حاجات إن ممكن تبقى موجودة في الphysical stores، مش بس إعلانات في التلفزيون ولا إعلانات الراديو ولا الإعلانات الموجودة على السوشيال ميديا، في ناس ushers أصلًا بتُقف بتشرح المنتج وبتقدر تقنعك بيه، وده وأنت موجود in store، يعني أنت وأنت موجود جوّه أي محل بتلاقي مثلًا حد بيشرح لك الشامبو ده فيه إيه، بيعمل إيه في الشعر، بيشيل القشرة، بينعّم الشعر، مش عارفة إيه، فبتلاقي نفسك اللي أنت on the spot كده بتقتنع وبتاخد المنتج وبتشتريه على طول. وطبعًا زي ما أنا قُلت لك إن في حتّة الpromotion دي في قنوات ترويجية بقت كتيرة جدًا، يعني من ضمنها الإعلانات طبعًا زي إعلانات السوشيال ميديا، إعلانات التلفزيون، إعلانات الراديو، وطبعًا في جزء كمان منّه علاقات عامة، لو أنت بتعمل events الناس اللي بتُقف في الbooth مثلًا لو أنت بتحضر event وليك آخد جزء من يعني واقف بتروّج فيه للproducts أو الخدمة بتاعتك، بيكون مسؤول العلاقات العامة بيتكلّم على المنتج، بيقنع ناس بيه، يعني مش بس إن موجود إن أنت تبقى موجود على السوشيال ميديا أو إن حد ushers أو كده، ده حتى في الevents ممكن تعمل B2B أو اللي أنت إزاي بتبيع لbusiness تاني، مش بس اللي أنت بتبيع لcustomers. فطبعًا الوسائل الترويجية والقنوات الترويجية بقت كتيرة جدًا، في كمان التسويق بالcontent بالمحتوى، في كمان الSEO أو الsearch engine optimization، إزاي إن أنت بتoptimize الweb site بتاعك عشان يظهر في نتائج البحث الأولية للجوجل أو لأي محرك بحث زي الBing، بس طبعًا أهمهم الجوجل، إزاي اللي أنت بتعمل حاجات technical وتقدر إن أي حد بيبحث على المنتج معيّن، تقدر إن أنت تطلع في نتائج البحث الأولانية. فدلوقتي بقت القنوات الترويجية بقت كبيرة وحدِّث ولا حرج. لكن في سؤال مهم جدًا بتسأله لنفسك وأنت جاي تعمل promotion، يعني هل أنا باوصّل الرسالة الصح للجمهور الصح؟ يعني في وسائل زي ما أنا قُلت لك كتير، وفي قنوات ترويجية وقنوات اللي أنت تقدر تسوّق فيها المنتج بتاعتك كتير، بس لازم تفهم كويس جدًا وتدرس الconsumer behavior أو سلوك المستهلك، وإن شاء الله نعمل حلقة برضه مخصصة إن إحنا نتكلم عليه. بس لازم تعرف إن المستهلك بتاعك أو الcustomer بتاعك هو موجود فين، يعني أنا مش هاروح لحد مثلًا سِنُّه كبير، أنا عندي product مثلًا لحد عنده 60 سنة وفوق، زي مثلًا القارئ الإلكتروني بالخط الكبير، الناس اللي هتبتدي تستخدم القارئ الإلكتروني ده مثلًا إن هو فوق ال60 أو اللي هو مثلًا حاجة و50 لحد حاجة و60، 70، 80، ربنا يا رب يديهم الصحة الناس اللي سنهم كبير. بس مش هاروح بقى في حاجات طفولية، يعني مش هاروح في Snapchat، مش هاروح على كده، لأ بتشوفهم هم أصلًا متواجدين فين أكتر، يعني ممكن أصلًا تلاقي إن الحاجات دي في كارفور مثلًا في section الحاجات الelectronics، إنه حد ushers هو واقف بيقنعهم إن أنت تشتريه، أو بيطلع على اليوتيوب لإن هم بيستخدموا الحاجات اليوتيوب أكتر من أي قنوات تانية، لإن اليوتيوب فيديو هو م م م مثلًا مش بيشوف القراية، فبتعمل له إعلان على اليوتيوب، فلازم تعرف بالضبط العميل بتاعك موجود فين، وتبدأ تبعت له رسالة صح في مكان صح. وفي بقى ناس بتتجاهل جدًا فكرة ال4 B's ويقول لك لأ ده concept قديم، ده أنتِ بترجعينا لسنة حاجة و50 وسنة 60، لأ الكلام ده كلام غلط جدًا. الmarketing mix still موجود، وما ينفعش أصلًا اللي أنت يبقى هتدخّل منتج السوق من غير ما يبقى موجود فيه منتج، من غير ما تبقى عارف مكان توزيعه، من غير ما تبقى تعمل له حملات دعائية أو حملات إعلانية، من غير ما تبقى عارف هو إيه الvalue اللي هو فيه، كل دي حاجات موجودة وهتفضل موجودة لسنين قدّام. بس هي اللي اختلف بقى الأدوات، يعني الأدوات هي اللي اتغيّرت، لكن جوهر الconcept ال4 B's هو لسه موجود، لإن أنت لازم أول حاجة لازم تحدد المنتج بتاعك، لازم تسعّره، لازم تختار قنوات توزيعه فين، لازم تروّج له، ولكن وده طبعًا يعني ده حاجة أو frame كده أو إطار لأي قرار تسويقي صح، فده إحنا
متفقين عليه، لكن اللي اتغيّر بقى شوية details وشوية tools كده هي اللي اتغيّرت في النُص، ده طبعًا اتغيّرت أكيد وأنا يمكن وضّحت كده في الأول، إن مثلًا التجارة الإلكترونية خلّت إن المكان يبقى موجود online ما بقِتش بس في الphysical stores زي ما أنا وضّحت قبل كده. الترويج ما بقاش بس قاصر على إعلانات التلفزيون ولا إعلانات الراديو، هو كمان بقى موجود online. فبقى عندك تقدر تسوّق بالمحتوى، تقدر تعمل SEO زي ما أنا لسه قايلة، تقدر تعمل إعلانات على السوشيال ميديا، فبقى عندك sources كتير لحتّة الads مش بس محصورة في حاجة معيّنة، فغير الأدوات القديمة اللي هي للpromotion فدي كانت حاجات قديمة عدّى عليها الزمن، ولكن هي still موجودة وتزوّد عليها شوية channels تسويقية طبعًا ما تقدرش تتجاهلها ولازم تكوب وتفضل موجود عليها علشان تقدر تدخل بقوة للسوق، وزي ما أنا قُلت لك طبعًا مهم في الحتّة دي اللي أنت تعرف العميل بتاعك موجود فين، وتعرف تختار القناة التسويقية أو القنوات التسويقية الصح اللي هو موجود عليها. هو كمان زاد يعني من الحاجات الجديدة اللي هي غيّرت الconcept بتاعة ال4 Bs زي ما أنا قُلت لك دي حاجة ثابتة وأنا شايفة إن هي هتستمر لسنين، لإن ده mix كده يعني مش هينفع الاستغناء عنه، دي حاجات core لو أنت عايز تدخل بمنتجك السوق، ولكن للناس بقى اللي هي بتسوّق أكتر للخدمات، هم عملوا expansion لل4 Bs دي بقى خلّوها 7 Bs وهنشرح ليه يعني، وخاصةً على الناس اللي شغّالة في الخدمات زي ما أنا قُلت لكم. طيب الموضوع اتطوّر إزاي بقى من 4 Bs ل7 Bs يعني إيه اللي حصل يعني ما بين سنة 1960 لسنة 81 تقريبًا كان في مجموعة من الباحثين في التسويق حد اسمه برنارد بومز وماري بيتنر لاحظوا إن ال4 Bs هي شكلها كده مرتبطة بالحاجات الphysical products أو المنتجات الملموسة، لكن في حاجات يعني كانت ال4 Bs مش بتغطيها ومش كفاية لمّا شركات هتيجي تسوّق لخدمات، فكان لازم أصلًا إن يعملوا focus على العنصر البشري وثبات التجربة والثقة، فقرروا يضيفوا حاجات أساسية للmarketing mix ودي اللي هنشرحها اللي هي ال7 Bs أو الextension بقى لل4 Bs 3 حاجات تانية اللي هي الpeople والprocess والphysical evidence. فأول إضافة لل4 Bs هي الpeople أو العنصر البشري، هو مش قصده بيه الناس يعني الناس كده في العموم، ولكن قصده العنصر البشري والأفراد اللي هي عبارة عن الموظفين أو فريق مثلًا مبيعات، فريق خدمة العملا، أي حد بيمثّل الbrand في تفاعله مع العميل، يعني بتاع خدمة العملا ده زي ما أنا قُلت لك الushers سواء الsales person كل الناس اللي هي بتتعامل سواء direct أو indirect مع العميل، فهو ده حد مؤثّر هو بيشوف إن هو بيأثّر وبينعكس بتصرفاته على الbrand، يعني هادّي لك مثال مثلًا إحنا عندنا طبعًا خدمة العملا يعني معروفة إن هي مش ألطف حاجة في مصر، فتلاقي مثلًا إن أنت بتتكلّم مع حد خدمة العملا يقول لك أنا عندي مثلًا مشكلة في الراوتر، فطبعًا الحاجة المعروفة جدًا يعني اعمل restart وبتاع. فده بيعكس على طول حتى ده بقى الناس بقوا يتريقوا واخدين حتى وهُم بيكلموهم على التليفون لأي حد خدمة العملا هاعمل restart للراوتر وبتاع، فبقى معروف. حتى لمّا أنت تيجي تتكلم مع حد ما بيدّيلكش كده تحس إن هو إيه، بيعمل شغله وخلاص مش بيحسسك بيدّيك حاجة prestige أو بيدّيك اللي أنت يحسسك اللي أنت حاجة ذو value يعني، لإن أنت عميل بتدخّل للشركة فلوس أو كده بيعاملك زي أي حاجة، أو اللي أنت حتى كنت عميل صغير مش عميل كبير، فبتلاقي الموضوع مختلف من حد للتاني، كل ده طبعًا بينعكس في الآخر صورته على الbrand. موضوع السوشيال ميديا كمان بقى بيوسّع الحاجات دي، يعني أنت بتلاقي groups كتير على الفيسبوك مثلًا don't shop here ومش عارفة إيه، إن أي حد بقى يحصل معاه موقف مش كويس من خدمة العملا، على طول بيخش يعمل hashtag باسم الbrand مش باسم الشخص، يعني هو على طول بيوصل للbrand. فبقى التعامل مع الموظفين والتعامل مع أي حد بيمثّل صورة الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الجمهور أو مع الcustomer بتاعهم بطريقة مش لطيفة، ده في الآخر بيدّي انطباع سيء على الbrand مش في الآخر على الشخص نفسه، فعشان كده قال لك إن موضوع الpeople ده موضوع مهم جدًا إن أنت لازم تfocus عليه وتمرّنهم كويس وتدرّبهم كويس على التعامل مع الجمهور والجمهور المستهدف.
ونيجي للP اللي بعد كده اللي هي الextension لل4 Bs اللي هي للservice الprocess بقى. الprocess اللي هي عبارة عن العمليات أو إحنا نقدر نقول الخطوات، إيه هي الخطوات والأنظمة اللي بتوصّل المنتج أو الخدمة للعميل، يعني في مجموعة كده من الخطوات العميل بيعدّي عليها علشان يقدر في الآخر إن هو يحصل على المنتج أو الخدمة بتاعتك. طبعًا من ضمنها يعني أنا شايفة الموضوع الdelivery يعني لو حد مش حاطط بيبيع مثلًا online ومش حاطط الdelivery في اعتباره إن هو بيقول للعميل مثلًا تعالَ أنت عندي وبتاع، فده حاجة فاشلة جدًا يعني. فأول حاجة إن أنت لازم تfacilitate الprocess على المستهلك، يعني مثلًا أنت بتبيع حاجة في e-store الe-store بتاعك أو الموقع بتاعك ميت جدًا وبطيء جدًا والدفع فيه مش ألطف حاجة، هتلاقي العميل بينفر أصلًا إن هو يشتري من عندك حاجة. فأنت كل ما الpackaging كمان ده برضه ليه دور إن هو يجذب العميل، فلو أنت مثلًا بتقدّم منتج ذو value وكويس جدًا والناس بتقدر تستفيد بيه، بس أنت عامل شكله في الآخر مش حلو، وجاي جاي العميل يستلمه وشاف إن هو مش متغلف كويس مثلًا، فده ممكن يقفله أصلًا عن عملية الشرا. فمهم جدًا في process بقى بتاخد اللي هي زي الconsumer journey كده، من أول ما بيشوفك لحد ما بيطلّع فلوس من جيبه وبياخد المنتج بتاعك، لازم بتهتم بكل تفصيلة من تفاصيل رحلة العميل دي، علشان تقدر تاخد مكانك في السوق، عشان تبقى متواجد، وعلشان تقدر تخلّي العميل مش بس إن هو يشتري منك مرّة، لأ يقدر يشتري منك مرات كتير ويكرر عمليات الشراء. لو جينا لآخر بقى آخر حاجة في ال7 Bs هي الphysical evidence أو اللي إحنا بنقول عليها الدليل الملموس، يعني حاجة materialized كده يقدر العميل فيها يثق في الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمهم، ودي حاجة مهمة جدًا إحنا بنقول عليها حتى كده كexpression في التسويق الtestimonials حتى دي بتشجعك اللي أنت تشتري من حد ما تعرفوش، يعني ممكن بتلاقي ناس عادي وإحنا بتلاقي عميل عادي طالع يتكلّم على المنتج وإن هو إزاي استفاد منّه، وبتلاقي مثلًا حتى على الخدمات لو شركة سياحة وعندنا مثلًا groups على الفيسبوك زي travel secrets وحد اتعامل مع شركة السياحة فطالع عامل post وبيتكلّم على إيه هم professional ومنظمين أو كده، فأنت الحاجات دي بتخلّي عندك credibility أو مصداقية اللي أنت تتعامل مع الخدمة أو مُقدِّم الخدمة أو بتتعامل مع بتشتري المنتج من غير ما أنت أصلًا تكون جرّبته، لكن التجارب السابقة والدلائل اللي هي الملموسة، الدلائل المادية، إن حد بيتكلّم على المنتج بطريقة كويسة، الreviews اللي بتتساب مثلًا على الGoogle business place بتتساب عنّك بطريقة positive دي كلّها بتشجّع الناس اللي هي تاخد الخدمة عندك، يعني لو أنت دكتور وأنا باعمل عليك search مثلًا ولقيت التقييم بتاعك 5 فطبعًا أنا هاروح وأنا مغمضة عيني لإن ناس كتير قالت عليك اللي أنت كويس، على العكس تمامًا لو أنت في negative بقى reviews ناس بتشتم الناس مثلًا بتوع خدمة العملا عندك مش professionals أنت مش شاطر، فأنا كحد هاخاف اللي أنا هاروح للدكتور ده لإن الكلام عليه مش كويس. ولو جينا لخّصنا كده ال7 Bs كده يعني كلّهم مع بعض هنقدر نقول اللي هم الproduct، الprice، الplace، الpromotion، الpeople، الprocess والphysical evidence سريعًا كده الproduct اللي هو المنتج اللي أنت بتقدّمه، ممكن يكون منتج أو خدمة زي ما أنا قُلت لك، الprice ده سعره، الplace اللي هو مكان توزيعه وأنت موجود فين حتى لو موجود online، الpromotion يعني هي الوسائل الترويجية اللي أنت بتقدر تقنع بيها العميل اللي هو يشتري المنتج أو الخدمة بتاعتك، الpeople كل حد involved من الموظفين بتوعك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التعامل مع الجمهور وإقناع الناس بالbrand، الprocess هي الخطوات اللي بيقدر يوصل بيها العميل للمنتج بتاعك، وزي ما أنا قُلت لك اللي أنت كل ما بتسهّل على العميل كل ما المنتج بتاعتك أو الخدمة بتاعتك بيبقى عليها الطلب كبير، والphysical evidence زي ما إحنا قُلنا زي الtestimonials زي إن حد بيتكلم على المنتج بتاعك بشكل positive إزاي ده بيزوّد بيعك، بيقدر يخلّي عندك قاعدة عُملا عندهم credibility أو عندهم مصداقية ومصدّقين، وكمان بيولد عندهم الloyalty أو الولاء للbrand بتاعك.
وطبعًا لإن العميل زي ما أنا قُلت لك هو بقى محور اهتمام أي حد بيفكّر يعمل أو بيقدّم منتج أو بيقدّم خدمة لجمهور مستهدف، فتطوّر طبعًا ال7 Bs بقت حاجة رُحنا للCs وال4 Bs دي تطوّرت بقت 4 Cs وبقت customer centralic view، يعني اللي هي بقى محور الاهتمام بتاع أي حد بيقدّم خدمة أو منتج، اللي هو مهم جدًا اللي هو بيبقى بيهتم بالعميل، يبقى العميل هو الfocus بتاعه أو ده محور الاهتمام بتاعه. فالproduct مثلًا لو جينا شُفنا بعد التطوّر لل4 Cs أو الcustomer centric view، فالproduct ده بقى هو العميل نَفْسه، الsolutions بقى والneeds، إيه الحلول اللي أنا باقدّمها له من خلال المنتج بتاعي، واللي أنا باقدر ألبّي بيها احتياجاته. وبعد كده الprice هو نفس الconcept، يعني إيه هو الcost، يعني الprice بقت الcost، أو إيه هو المبلغ اللي بيدفعه مقابل القيمة اللي بياخدها في المنتج أو الخدمة اللي أنا باقدّمها. والplace إحنا بنسميها الconvenience، أو إزاي اللي أنا باسهّل على العميل إن هو يوصل لي بالمكان طبعًا، سواء بقى المكان موجود أونلاين أو زي ما أنا قُلت لك بيبقى موجود physically في store مثلًا. والpromotion إحنا التطوّر ليها بقت الcommunication، وزي ما أنا قُلت لك في الأول promotion أنت عايز تقنع العميل، فبتقنعه إزاي؟ بتتواصل معاه، فهي دي الpromotion بقى اسمها الcommunication. وكلّها برضه نفس الconcept، يعني كلّها نفس الconcept، بس هنا هي شوية customer centric، يعني هي مركّزة أو متمركزة على العميل. وكل بقى الconcepts اللي إحنا شُفناها في الحلقة بتاعة النهارده بقى، سواء ال4 Bs وتطوّرها لل7 Bs علشان تقدر تextend للservices كمان، سواء بقى الconcept ما بين ال4 Bs إزاي اتعمل له تحويل بقى 4 Cs، وإزاي إن العميل هو بقى محور اهتمامك تمركزك. كل ده يعني اللي إحنا اتكلمنا عليه النهارده بيخلّي بس إنك إزاي تبني استراتيجية متكاملة، ومش مجموعة قرارات عشوائية وخلاص كده. أنا عايزة أدخل السوق فما بابُصّش لأي حاجة، باروح عامل أي منتج ما فيهوش value، باروح داخل بأي قناة إعلانية بأي سعر، ما باعملش استراتيجيات تسعيرية مضبوطة للمنتج أو الخدمة اللي أنا باقدّمها. كل ده لو أنا مش منظّمه صح، مش هاعرف أدخل السوق صح. فكان مهم جدًا، جدًا إن أنا أحُط موضوع ال4 Bs وال7 Bs وتطوّره على مدار السنين، إن أي حد مهتم إن هو بيدرس تسويق أو عايز يشتغل في التسويق، إن هو يبقى عنده كbasics أو حاجة fundamentals اللي هو تكون عنده عن التسويق. أتمنى إن حلقة النهارده ال4 Bs وتطوّرها على مدار السنين لحد ما وصلوا لل4 Cs، إن هي تكون قدرت تعرف بيها معلومة تفيدك في مجال التسويق، وأتمنى تكونوا متابعينّي إن شاء الله في باقي الحلقات من سلسلة أساسيات التسويق. ولو أنت مش مشترك في القناة يا ريت تعمل subscribe وتفعّل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وخليكم متابعينّي وأشوفكم إن شاء الله على ألف خير في الحلقات الجاية بإذن الله.